ما فيش كلام، الاهلي افضل، روح الفريق الاحمر تظهر في اكبر المواعيد. السوبر للفريق السوبر. من اسم اسألوا أهل طرابلس من أين لك هذا، اسألوا أهل البرج الجزائري من أين لك هذا، اسألوا أهل جدة من أين لك هذا، اسألوا الأهل الأردني والأهل البحريني والأهل القطري والأهل الإماراتي، عفوا كلكم أهلي، ولكن اعذروني المسمى مصري، هم من بدأوا باسم الأهلي وها هم الآن يتواجدون أمام الكبار. فكولوبالي بقى النهارده عامل تصريحات لموقع 360 الفرنسي. بص كام صفحه، دي 1، ادي 2، ادي 3، ادي 4، وهم طابعين لي الورق بفونت 14، يعني كان ممكن يتفرد مثلا على 6 صفح كمان. اتكلم فيهم في كل حاجه تقريبا، كان ناقص يقول هو بياكل ايه وبيشرب ايه. طبعا فيها ادعاءات باطله طبعا كتير جدا، بس يمكن اكتر حاجه لفت انتباهي يقول لك انا كنت عايز اتكلم مع رئيس النادي، فطلبت منهم ان هم يدوني رقم تليفون رئيس النادي. تكلم رئيس النادي بتاع ايه يعني؟ ما هو عندك جهاز فني، عندك فوق الجهاز الفني موجود كمان في مدير كوره، مالك ومال الرئيس؟ يعني تتكلم رئيس النادي في ايه؟ عشان ما تبقاش قال لك اصل انا قعدت شهرين بتفرج على الماتشات في التلفزيون ما كانوش بيقولوا لي اعمل ايه وما اعملش ايه. وبعدين لما انت كنت مبسوط، بقول لك انا كنت مبسوط في حاله جيده مع النادي اللي كان بيلعب فيه كلمنروك، وكنت بسجل اهداف بانتظام. طب لما انت كنت بتسجل اهداف بانتظام ولما انت كنت كويس ولما تصرفك ده سليم، الشركه فسخت التعاقد معاك ليه؟ شركه الوكاله كسفت طبعا، حاله من حالات الخزي يعني، فكسفت من اللي بيعمله، فسخت التعاقد. على فكره ده خبر، يعني انا مش بقول لحضراتكم حاجه، خبر. الشركه الوكاله اللي معاه فسخت تعاقدها مع كولوبالي، هو حتى كمان قال كده. بعدين بقى ايه؟ هو بس مش خبط في النادي الاهلي وعمال يقول كمان، قال لك كمان ايه؟ الله يسامحني يعني، ربنا يسامحني بس على الكلام اللي انا بقوله ده، انا الحاجات اللي هي دي ده حد مسوحه والله بجد. فبالبلدي كده يعني، قال لك انا محبط للغايه، زوجتي طلبت مني عدم الثقه في اجاي وعلي معلول. بص كلمه زوجتي طلبت مني، اعرفوا انه في تسويحه في البتاع، فهو طالع عيني هو مش عارف هو بيقول ايه، متسوح يعني. مش خبط بس في النادي الاهلي، ده خبط في الاهلي وخبط في علي معلول زمايله اللي معاهم موجودين معاه في الفرقه، او اجاي، خبط في الكون كله الحقيقه يعني. وواضح ان التسويحه خليته كمان يقول لك ان انا مش في نادي دلوقتي وانا قاعد في فندق بناء على طلب من عيلتي، قاعد في فندق في لندن وانا مش في نادي ومستني قرار الفيفا. هي سوحتك وانت اتسوحت. طيب تريزيجيه بيقترب من الدوري الالماني في الموسم الجديد بحسب يعني اخر اخبار كده اللي جايه لنا. تريزيجيه هيوقع الكشف الطبي مع ناديه الالماني الجديد اللي لحد دلوقتي متكتم على اسمه الحقيقه ومش عايز يقول لحد. هو تريزيجيه مر بفتره الحقيقه ما كانتش متميزه مع اندرلخت، راح موسكرون تالق بشكل كبير جدا جدا، بشكل لافت للنظر مع منتخبنا الوطني تالق، وده يمكن ساعده الى حد كبير جدا انه ينضم ان شاء الله باذن الله قريبا للدوري الالماني. الاهلي استقر خلاص على مش ضم ازارو، لانه خلاص ضم ازارو فاضل له حاجات بسيطه جدا، اتفاق على مليون و250 الف دولار بخلاف نسبه وكيل اللاعب، وكلام بسيط يعني بيتكلموا في 50,000 دولار يعني الفروقات يعني ما بين 1,300,000 و1,250,000. ده وليد ازارو، كنا جبنا حضراتكم كل التفاصيل. هيصل ان شاء الله يصل منتصف الشهر الجاري
علشان الخضوع للكشف الطبي قبل اتمام الصفقه بشكل رسمي. ومتوقع انه يلحق اللاعب بقائمه الاهلي الافريقيه بعد توقيعه الكشف الطبي بشكل نهائي. لعيب صغير في السن، وزي ما حضراتكم شايفينه كده على الشاشه عنده مهارات. يمكن الكابتن حسام البدري اتكلم في جزئيه التفاوض مع اللاعبين الجدد، قال لك احنا بس مش هنبقى بس مهتمين بضم اللعيبه على صعيد امكانياتهم الفنيه والبدنيه، قال لك كمان هنبقى مركزين مع سلوكهم وتصرفاتهم، وهل يتحملوا الضغط ولا لا. هو لعيب شاب وصغير انضم لمنتخب بلاده، وبالتالي قريب جدا يعني الحقيقه، وبالتالي هيبقى من العناصر اللي شايفين في النادي الاهلي انه هيبقى مفيد جدا. ولعب ماتش هولندا نزل كبديل. الاهلي هياخد مباراه وديه يوم 10 يونيو الجاري بحسب طلبات برضو من الكابتن حسام البدري، جاهز فيها مجموعه من اللاعبين اللي ما شاركوش خلال الفترات اللي فاتت. وخلينا نتكلم مع حضراتكم بقى في مشوار الاهلي في البطوله العربيه. وقبل ما اروح اخلص اخبار النادي الاهلي، عندي خبر من الاخبار المهمه جدا انا عايز اتكلم فيها مع حضراتكم بمناسبه كاس العالم للسله. الاهلي هيفتتح مشوار البطوله العربيه بمواجهه الفيصلي. المفروض ان البطوله دي هتلعب ان شاء الله باذن الله في فتره من 22 يوليو لحد 5 اغسطس. هيفتتح الاهلي مبارياته بمواجهه الفيصلي يوم 21 يوليو، وبعدين هيلاقي الوحده الاماراتي يوم 25، وهيختتم دور المجموعات بمواجهه نصر حسين داي الجزائري يوم 28. يبقى الاهلي هيبقى جدوله كده 21 و25 و28. الاهلي هيلعب كل ماتشاته على ملعب السلام بالقاهره الساعه 9 مساء. هتستمر مواجهات الدور الاول اللي تقام من دوري من دور 1 لحد يوم الاحد 30 يوليو. وتحصل الفرق المتاهله على نصف النهائي على راحه يومين بس، اللي هم يوم 31 ويوم 1 اغسطس، وبعدين يرجعوا يكملوا تاني. ده بالنسبه لاخبار النادي الاهلي. قبل